جددت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا جوشو هاريس التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره حلاً جداً وواقعياً وذا مصداقية. وحسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط صدر عقب محادثات جمعت كل من هاريس وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المخطط المغربية للحكم الذاتي حلاً جداً وواقعياً وذا مصداقية، منوهاً في نفس السياق بالشراكة العميقة والتاريخية التي تربط الولايات المتحدة والمملكة. وعبر جوشو هاريس الذي يقوم زيارة رسمية للمغرب ضمن جولة إقليمية قادته كذلك إلى الجزائر عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الكبيرة للمغرب إزاء مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل ودعم الانتخابات الليبية والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.